على طول فتح الله، لسه فيها خطورة، مفيش رقابة على الإطلاق، والهدف الأول، الهدف الأول. عبد الشافي على عكس كل التوقعات راح في أقصى اليمين وسدد بيمينه في الزاوية اليمين عشان يسجل هدف ولا أغلى للزملكاوية مع نهاية الشوط الأول. عكس كل التوقعات، هو ما بيلعبش بيمينه أبدا وعمره بيروح ناحية اليمين، لكن الكرة العرضية من الضربة الركنية وصلت من الرأسية في النهاية لعبد الشافي، فأول ظهور ليه داخل منطقة الجزاء صلح ولم وعدل وحط على طول جوه ال 18 جوه المنطقه. بصوا حضراتكم ادي عبد الشافي عمره ما شاط بيمينه، عمره ما استعملها، لكن يوضع سره في اضعف خلقه، اضعفها هي يمين عبد الشافي، لكنها اصل النني هات وخد، النني تاني حلوه يا نني، جون يا نني، مش ممكن يا عبد الواحد، مش ممكن يا عبد الواحد. محمد النني يسجل هدف ولا اغرب، عجائب ومواقف وطرائف. بقول لكم لو انا اختار نجم للقاء اختار محمد النني اللي عامل مباراه رائعه على شيكابالا، سدد واحده غريبه جدا بيني وبينكم فكرتها بره، فوجئت ان عبد الواحد اتزحلق وفوجئت ان الكوره في الشباك عشان تشتعل المباراه من جديد. محمد النني بصوا حضراتكم غريبه جدا عجيبه جدا، اهو هات وخد، عمل مجهود لوحده، كمل وعدى، قال شاط، معرفش عبد الواحد انا هل اتزحلق في الطينه اللي قدام الجون؟ وارد نشوفها. شيكابالا يلعب عرضيه ممتازه، والهدف الثاني براس عديه، الهدف الثاني براس عديه، ومعاها عديه يخرج من هدومه، يطلع من هدومه محمد عديه، والعرضيه من الضربه الحره، وعديه من اعلى نقطه قبل العقباوي، وعرضيه شيكابالا ورأسيه عديه، والهدف الثاني الزملكاوي ضربه راس ولا كل ضربات الراس، اول لمسه لعديه، اول هدف في الدوري العام. معرفش بيعترضوا على لعيبه المقاولين، الهدف صحيح والعرضيه متقنه والتفوق واضح لعديه والتوقيت خاطئ للعقباوي، والهدف الثاني ادي بص حضراتكم، ادي العرضيه، ادي العقباوي، التوقيت خاطئ للغايه، العرضيه ممتازه والرأسيه موجوده والهدف موجود، والزمالك يسجل هدف ثاني عن طريق محمد عديه في الدقيقه 71. مباراه حلوه، مباراه مثيره، شوط ثاني جميل، شوط ثاني ممتع، امتعنا النني بهدف بتسديده فاجأ الجميع، ولكنه بعد قليل نجح على طول عديه البديل الاول لحسام حسن من تسجيل هدف الصبر. عمرو الصفتي، وهدف قد يكون جديد لمحمد النني، ده يبقى دخل التاريخ من اوسع ابوابه. جاب في الزمالك في مباراه واحده جونين، احيانا بتبقى صعبه، مع عبد الواحد قد تكون اصعب، لكن النني عنده طموح، النني وعبد الواحد، النني وجون محمد النني رجل المباراة ايا كانت النتيجة. محمد النني يسجل جونه الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة اعزائي المشاهدين 76. مش معقول يا جماعة اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، ايه الجمال ده، ايه الكرة دي. 76 النني يعود من جديد بالمقاولون الى نقطة التعادل، وعبد الواحد ذهب مبكرا جدا في الجانب اللقاء ممكن جدا، لكن شيكابالا بذكاء وسع لنفسه جدا، وسع لنفسه وعمل زاوية رؤية ممتازة، جون والله شايفها، قلت لكم وسع لنفسه جدا وعمل زاوية رؤية ممتازة، جون باينة، جون فتح الجون، فتح الشبكة، فتح المرمى، والعقباوي قال له ألف أهلا وسهلا. باينة جدا زاوية الرؤية، باينة جدا، واضحة جدا. شيكابالا بجمال بمهارة يسجل، وكل مباراة أصبح يسجل، في الجونة سجل، في سموحة سجل، في المقاولين سجل، وعلى مسؤوليتي الزمالك حصل على 3 نقاط ثمينة. لن ينجح المقاولون في العودة للقاء من جديد. بصوا حضراتكم الحيطة واقفة غلط، والعقباوي واقف غلط، والكرة محطوطة صح الصح،
محطوطه حلو قوي وكانها بايده، لكن القصه باينه والجواب باين والسيناريو واضح، السيناريو واضح.